السلام عليكم. اخباركم ايه؟ طبعا احنا شايفين التصعيد الاسرائيلي على الحدود، وتصعيد رئيس الاركان الاسرائيلي لاجتياح لبنان، وشفنا رد الفعل برضه من رئيس الاركان الجيش المصري على الحدود، عشان لكل فعل رد فعل. وبالنسبة لمحور فيلادلفيا وإسرائيل، برضو نتنياهو متعند، ولكن إذا كنت متعند يا نتنياهو 50%، فمصر ممكن تتعند 1,000,000%. يعني ده احنا روحنا طويلة، مفيش مشاكل. ولكن احنا مش حابين التصعيد، ولكن التصعيد لو لزم الامر نصعد. واللي انت شايفه ده بالنسبه لنتنياهو، واللي نتنياهو شايفه قدامه ده مش تصعيد، دي تسالي، دي تسالي. ف على نتنياهو يتوخى الحذر من الجيش المصري. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، محدش يجرب مصر. ده بالنسبة لإسرائيل والتصعيد الإسرائيلي على الحدود، وفي محور فيلادلفيا، وفي اجتياح لبنان. ده كله بالنسبة لمصر زوبعة في فنجان، ما تشغلناش. احنا مش شاغلين دماغنا بتصعيدك اساسا. مصر مش شاغله دماغها، ولكن مستعدين اتم الاستعداد. والاستعداد انت ما انت شايف، اسرائيل مش شايفه الاستعداد ده. مش استعداد، ده تدريب. بالنسبه لنا ده تدريب يومي بيحصل. ف اللي ظاهر فيه قده أضعاف مضاعفة، مخفي من قدرة في العتاد، ومن قدرة الأفراد. و يعني حرب 73 خير دليل، وبالنسبة لإسرائيل كان دليل حي عارفينه. احنا هزمنا إسرائيل بسلاح دفاعي مش هجومي. الجيش المصري هزم الجيش الإسرائيلي بسلاح دفاعي مش سلاح هجومي. النهاردة سلاح في مصر اللي هم شايفينه ما يجيش واحد على مليون من اللي هم مش شايفينه، وسلاح قدراته ربنا الأعلم بها سبحانه وتعالى. ثم هم عارفين قدرة السلاح اللي موجود في مصر حاليا النهاردة. عشان الناس اللي كانت بتقول هو السيسي جايب السلاح ليه؟ واحنا هنعمل ايه بالسلاح ده كله؟ ايه لازمته السلاح؟ احنا بنجيب السلاح عشان ما نستعملوش. الرئيس السيسي جايب السلاح مش حابب انه يستعمله، ولكن لازم يبقى موجود سلاح. والمشير ابو غزالة رحمه الله كان يقول الضعف دعوة للعدوان. فلازم قوتك هو يشوفها ويعرفها، وهو شايفها وعارفها ومتأكد منها. ودي اللي مقلقاه ومخوفاه. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله الطيران المصري الخامس على العالم. الدفاع الجوي عندنا بسم الله ما شاء الله. السلاح البحري بسم الله ما شاء الله. السلاح البري
بسم الله ما شاء الله، وده بيرعبهم كتير. الدبابات، إسرائيل بتشوف الدبابات المصرية بتقلق، بيحصل لها هستيريا. وخلاف الدبابات المصرية والسلاح المصري اللي موجود، الجندي المصري، الجندي المصري هم مش ناسيين الجندي المصري، مش ناسيين الجندي عبد العاطي، مش ناسيينه. اللي أثر مين؟ عساف يغوري، الضابط الإسرائيلي، كان عقيد، وده كان مجند. فهم مش ناسيين لا الجندي المصري ولا العقل المصري، وخايفين ومرعوبين. ده بالنسبة لإسرائيل، تمام. وبالنسبة بقى لأثيوبيا، أثيوبيا وحوار أثيوبيا والاستفزازات اللي في واحدة من أثيوبيا اسمها إيه؟ اسمها إيه يا ربي؟ صابرين أحمد. صابرين أحمد نائبة رئيس المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية، بتقوم بأمور استفزازية، المية ودرق مية كده وكوبايات مية. يا أستاذة صابرين، نقول لك حاجة برضو، يعني حاجة عشان برضو ما ينفعش إننا نقول كلام. إن شاء الله، إن شاء الله لو قدر ربنا سبحانه وتعالى على الجيش المصري وعلى الشعب المصري إن هم يحموا المية، ولو انتوا يعني قدرتوا تمنعوها، ان شاء الله هيحموها ومش هتنقصنا ميه باذن الله، واحنا عارفين كويس باذن الله. ولكن احنا بنتصرف كما ينبغي ولنا قيادة. ده بالنسبة للجيش وللدولة. ومصر دولة مش هينة. انتوا فاكرين مصر ايه؟ مصر دولة مش هينة. مصر العالم عارف مصر ايه وبيعمل لمصر حساب. ولو مش عاملين حساب مصر وعارفين قيمة مصر ما كانش هيبقى وضعنا كده دلوقتي. هم عارفين. فيا اثيوبيا ان شاء الله عاجلا ام اجلا المية مش هتقدروا تمنعوها عن مصر. وانتوا قبل كده قلتوا ناس من السودان قالت اثيوبيا اخت بلادي. واحنا بالنسبه للشعب الاثيوبي احنا ما عندناش خلاف مع الشعب الاثيوبي. الشعب الاثيوبي ما عندناش خلاف معاه، ده شعب عايز مصالح واحنا مش ضد المصالح. ولكن رئيس الوزراء الاثيوبي يتلاعب بعقولكم انتوا. رئيس الوزراء الاثيوبي بيتلاعب بعقول الشعب الاثيوبي. فبالنسبه للجيش المصري والشعب المصري هو ما بيتلعبش بينا، ما يقدرش يتلاعب بينا، لان احنا عارفين اولنا فين واخرنا فين، وامتى نتحرك وامتى نعمل وامتى، عارفين خطواتنا خطوه خطوه عارفينها. ولكن انتوا هو بيعمل كده وبيحط قوات اثيوبيه على حدود الصومال عشان يحسس ان الشعب الاثيوبي ان اثيوبيا في خطر، واثيوبيا في خطر منك. اثيوبيا في خطر من رئيس الوزراء الاثيوبي. فانا بناشد الشعب الاثيوبي، رئيس الوزراء الاثيوبي ما بيفكرش في مصلحه الدوله الاثيوبيه، ما بيفكرش في مصلحه الدوله الاثيوبيه، بيفكر في مصالح خاصه وشخصيه. فعشان كده هيودر شعبه وهيدمر شعبه اكتر ما هو متدمر. وعنده جماعات مسلحه واقليم مش عارف وامهره يعني الدنيا خربانه، الدنيا خربانه عنده. فهو بيستعطف طيبه الشعب الاثيوبي. فاحنا والشعب الاثيوبي ما فيش بيننا وبينه مشاكل. الشعب الاثيوبي ده شعب، ولكن من قائد الشعب اللي هو المفترض يدير شؤون البلاد اداره صحيحه
رئيس الوزراء الاثيوبي اللي هو ابي احمد، ولكن ده بيضر باثيوبيا، بتقعد جيرانه وعلى الدوله المصريه، واسرائيل بتزقه لهلاكه. اسرائيل بتزقه لهلاكه، اسرائيل بتسوق ابو احمد للهلاك. ولكن الدوله المصريه فاهمه، واحنا ما بنبلعش الطعم، عارفين الدوله المصريه عارفه تتحرك ازاي وبتعمل ايه، والخطوات محسوبه بكل دقه، الامور موزونه. فاحنا بنخاطب، انا كمواطن مصري ومن الشعب المصري بنخاطب الشعب الاثيوبي: ايها الشعب الطيب، بلاش تمشي ورا الخرافات. اذا كنت عايز عمار، فالعمار مش في رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، والله ما يمه عمار، ما وراه الا الخراب. وانتوا حاسين وعارفين وشايفين، فما فيش داعي ان الشعب الاثيوبي يمشي ورا خرافات اداره الدوله بتاعته، لانها بتضر. وبالنسبه للتصعيد، مصر ما بتصعدش، عمر مصر ما بتصعد. مصر ان صعدت فهي بترد على تصعيد. الجيش المصري والدوله المصريه في حال تصعيد في اي وقت، فهم بيردوا على تصعيد. بس احنا بنطالب بحق شرعي، ده بالنسبه لاثيوبيا الميه، واثيوبيا عايزه مينا على البحر الاحمر. طب ما هي معاها مينا في جيبوتي واريتريا، بيصدروا لها البضايع من الموانئ بتاعتهم. هي راحت الاقليم الانفصالي صومالي لاند عشان بتقويه، عشان منشق عن الدولة الصومالية، على اساس انه يديها مينا على البحر الاحمر. وده ان شاء الله مش هيحصل، مش هيحصل. هو عايز مينا في صومالي لاند. عايز مينا ايه؟ لتصدير البضائع؟ لا، هو عايز مينا في صومالي لاند على اساس تبقى مينا عسكري. ومين هيديله مينا عسكري؟ ودولة الصومال هتسيب اقليم منشق منقسم يجيب لها الدمار لغاية عندها؟ طبعا لا. وفي دفاع مشترك بين دولة الصومال وجمهورية مصر العربية، ودولة الصومال عضو في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عضو في الجامعة العربية. فبيحلم ده لو عايز إصلاح هيمشي في الطريق السليم، هيتعاون مع مصر ومصر تتعاون معاه. إنما هو مش عايز إصلاح، هو عايز خراب. هو ما لزموش إلا خراب، فالخراب بيحل على الشعب، وهو في الآخر ساكن القصور، وممكن في لحظة طيارة ويسافر بره والخراب يبقى للبلد. فالشعب الأثيوبي ما يمشيش ورا أبي أحمد، ما يمشيش وراه، لأن الدمار ماشي في ديل أبي أحمد، ماشي وراه. اللي ماشي ورا أبي أحمد دمار. وبالنسبة للدولة المصرية والجيش المصري، ده طبعا جيشنا ودولتنا. وإحنا دولة مصر عمرها ما كانت دولة بتعتدي، ما بتعتديش، عمرنا ما كنا معتدين، ولكن بندافع عن حقوقنا المشروعة، بندافع عنها. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده. طالما حقي طول ما فيه نفس ما نسيبوش يضيع. هي دي الأصول. والرئيس السيسي عمره ما كان طاغي، الراجل ماشي بما يرضي الله، وما بنعاديش وما بنصعدش. احنا ان حاولنا اعتداء فاحنا ما بنعتديش، احنا بنرد على اعتداء. ان صعدنا فاحنا بنرد على تصعيد، لكن احنا ما بنكونوش المبتدئين في اي حال من الاحوال. وبالنسبه لماما امريكا، بعت بيل جيتس، يعني رجل اعمال ملياردير، عايز يستثمر في مشاريع مرتبطه بالميه في اثيوبيا. يعني ده برضه زياده لتصعيد.
ده مش سكته زراعة اساسا، وايلون ماسك ومش عارف ايه. طب الناس اللي بيقولوا مثلا ايه حرب ومش حرب، لا احنا ما بنشجعش للحرب، لان الحرب عواقب الحرب احنا عارفينها حتى في الاقتصاد. احنا كشعب مصر عارفين عواقب الحرب في الاقتصاد. كيلو السكر ممكن ما نعرفوش نجيبوه، كيلو الرز ممكن ما نعرفوش نجيبوه، هيبقى غالي. ولكن ان اتفرضت علينا، لا احنا عايزين سكر ولا عايزين رز ولا عايزين ناكل اساسا واحنا حقنا ضايع. لان لو اكلنا واحنا حقنا ضايع يبقى الاكل فينا حرام. ان احنا ناكل كده ونعيش يبقى حرام عشان مش عارفين نجيب حقنا. ده لو اتفرضت علينا ان احنا ندافع عن حقوقنا، هندافع عن حقوقنا، هنصوم. احنا حاربنا في رمضان في 73 في اكتوبر حرب وكنا صايمين، كنا صايمين وبنحارب. وتتعمل مرة واثنين وثلاثة ونصوموا طول العمر وما ضيعلناش حق. هي دي الدولة المصرية. ولكن ما بنعتديش، احنا بندور على حقوقنا. مفيش حق يضيع ووراه حد بيطالب. ودي مصر. واللي مش عارف مصر كويس يقرا التاريخ. اللي بيشكك في قدرات مصر يقرا التاريخ، من شعب وجيش وقيادة. عظماء التاريخ مصريين، علماء التاريخ مصريين، هندسة التاريخ مصريين. أمريكا بجلالة قدرها علمائها مصريين. الدكتور زويل الله يرحمه، الدكتور فاروق الباز، وده احنا عندنا طلبة يبقوا علماء وهم طلبة في التعليم في مصر بيبقى عالم وهو طالب. فمحدش يجرب مصر. ومصر مستعدة في أي وقت من الأوقات، في أي وقت، شعب، جيش، شرطة، قيادة. نقول لكم الأجمد ستات مصر، ستات مستعدة في أي وقت للدفاع عن الدولة. ستات وقبل كده معروفين. فبلاش استفزاز مصر في أي جهة من الجهات وفي أي مكان في العالم، والرد معروف. والنهاية الجيش المصري كلنا كشعب في ظهر جيشنا وفي ظهر القيادة، وكلنا أذان صغير من غير تفكير، من غير تفكير. الراجل المصري اللي عنده 70 سنة أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله مستعد يطلع على الجبهة ويمسك سلاح ويحارب. 70 سنة و80 سنة وقادر بإذن الله يعمل كده، يطلع على الجبهة ويحارب. فإحنا ما بنعتديش، إحنا بندور على حقنا. حقنا في أي مكان بنجيبه، أي مكان بنجيبه، ما بضيعلناش حق. والعالم عارف مصر كويس. والعالم اللي بينساق ضد مصر هو ده طوع بيتساق، عشان اللي بيسوقه لو معارف مصر كويس، لو مش عارفها كويس ومتأكد منها كان جه هو بنفسه، ما كانش ساق. إسرائيل بتتساق، ومعروف إسرائيل دي الولاية 51 لأمريكا. ولكن في دول ابتدأت ترجع لعقلها وعرفت ان هي غلط. واي حد بيعادي مصر خسران، اذا كان من الداخل او من الخارج، غريب
او قريب. تمام. وخير الكلام ما قل ودل، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. والكلام للعالم كله، الشعب المصري والجيش المصري والقيادة المصرية ما بتتهددش وما بتخافش وما بترجعش ورا، وانتوا عارفين. السلام عليكم.